يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيعمل صداع لناس كتير وهي بتبدأ ألماني، الأكوزيتيف، أو زي ما بنقول حالة النصب. بس استنوا، الخبر الكويس إن الموضوع ده أسهل بكتير مما تتخيلوا. مش كتير بتسألوا نفسكم هو أنا إمتى أقول دين وإمتى دير؟ طب إيه الفرق بين أينن وأين؟ لو الأسئلة دي دايما في بالكم يبقى اطمنوا خالص، الشرح ده معمول مخصوص عشان ننهي على اللخبطة دي تماما. تخيلوا معايا كده إن كل الصداع ده حله كله في قاعدة ذهبية واحدة بس. أيوة، قاعدة واحدة بس، بسيطة وواضحة. لو فهمناها سوا صدقوني أكتر من 90% من جمل الأكوزاتيف هتحلوها صح وإنتم مغمضين. طب مستعدين؟ يلا بينا نخش في المفيد. القاعدة الذهبية بتقول إيه بقى؟ اسمعوا كويس. في الأكوزاتيف أو حالة النصب المذكر بس هو اللي بيتغير، بس كده. أيوة والله العظيم بس كده، يعني كل تركيزنا هيكون على الكلمات المذكرة وبس. بصوا معايا كده على الجدول ده، شايفين الصف الأول اللي متعلم عليه ده بتاع المذكر؟ هو ده بطل حكايتنا النهاردة. شوفوا إزاي الدير بتتحول لدين والأين بتتحول لأينن. طب انزلوا بقى بعينيكوا على المحايد والمؤنث، شايفين؟ مفيش أي تغيير، زي ما هما بالملي. سهلة اهي. تمام. الكلام النظري ده حلو قوي، بس مفيش أحسن من التطبيق العملي. يلا بينا نشوف أمثلة حقيقية عشان القاعدة دي تثبت في دماغنا. نبدأ بأول مثال معانا. الجملة بتقول صديقي لديه حاسوب. المفعول به هنا هو كلمة إيه؟ حاسوب. تمام. بالألماني بقى هتبقى Mein Freund hat einen Computer. خدتوا بالكوا؟ قلنا einen مش ein. طب ليه بقى؟ بسيطة جدا. كلمة كمبيوتر في الألماني أداة تعريفها دير، يعني كلمة مذكرة، وفي الجملة دي هي المفعول به، يعني في حالة أكوزاتيف. والقاعدة الذهبية بتاعتنا بتقول إيه؟ المذكر بيتغير، عشان كده أين بقت أينن. عايزين مثال تاني عشان نثبت المعلومة؟ يلا بينا. الجملة بتقول أنا أبحث عن المفتاح. المفعول به هو المفتاح. بالألماني هنقول Ich suche den Schlüssel. برضه هنا شايفين التغيير؟ كلمة Schlüssel يعني مفتاح، ودي كلمة مذكرة أصلها der Schlüssel، وبما إنها هنا المفعول به يبقى لازم الدير تتحول لدين. هي نفس القاعدة بالظبط، المذكر بيتغير. طيب كده عرفنا قصة المذكر. طب والباقي المحايد والمؤنث؟ هنا بقى الجزء السهل والمريح في الموضوع، مفيش أي تغيير خالص زي ما هما بالظبط. تعالوا نتأكد. بصوا على المقارنة دي هتوضح كل حاجة. الجملة اللي على الشمال دي فراو تريفتد ان مان، كلمة مان مذكر عشان كده الدير بقت دين. تمام. طب بصوا على الجملة اللي على اليمين، ich habe eine Tochter، كلمة تختر مؤنث اهي، eine فضلت زي ما هي وما اتغيرتش. ونفس الكلام بالظبط مع المحايد. شوفوا الجملة دي، سارة hat ein Fahrrad. كلمة فارد يعني عجلة، ودي كلمة محايدة، عشان كده الأداة ein فضلت زي ما هي بالظبط. ليه؟ لأن القاعدة الذهبية بتقول إيه؟ المذكر بس اللي بيتغير. حلو قوي. يبقى عشان نلخص الليلة دي كلها ونحط الموضوع في خطوات بسيطة جدا أي حد فينا يقدر يمشي عليها. الخلاصة كلها في 4 خطوات. أول حاجة بص على المفعول به في الجملة. تاني حاجة اسأل نفسك سؤال واحد بس، هو مذكر؟ لو الإجابة يبقى على طول هتغير الأداة، الدير هتبقى دين والآين هتبقى آينن. طب لو الإجابة لأ، يعني لو الكلمة محايد أو مؤنث، يبقى خلاص سيب كل حاجة زي ما هي وما تغيرش أي حاجة خالص. وبس كده. بكده نكون فكينا أكبر شفرة ممكن تقابل أي حد بيبدأ ألماني، الأكوزاتيف. طلع الموضوع كله في قاعدة واحدة سهلة، ولما تتقنوا القاعدة دي كلامكم وجمالكم هتبقى صح وطبيعية أكتر بكتير. لو الشرح ده فعلا كان مفيد وبسط الموضوع، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للشرح عشان يوصل لغيركم، واشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الدروس الجاية اللي هنكمل فيها تبسيط قواعد الألماني. أشوفكم المرة الجاية.